كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. يلا بقى قومي واتنشطي كده ودمسي الفول وما تشتريهوش من بره. اللي بيحبة ب10 جنيه ما يجوش معلقتين. أول حاجة بتجيبي الفول البلد دوت اللي هو التدميس وتنقعيه قبلها بيوم. يعني أنا نقعته امبارح بالليل، صحيت الصبح كده ورحت ابتديت إن أنا أغسله. لازم تنقعيه في مية كتير وبعدين تغسليه مرتين عشان ينزل منه الحاجات اللي بتبقى لازقة فيه. باروح بقى جايباه كده بتلاقي إن حبة الفول كبرت معاكِ كده، ودي بتساعدِك إنها تستوي بسرعة، ما تاخدش وقت منِّك على النار أبدًا، وهتستوي وهتبقى زي العسل وهيطلع معاكِ كهرمان. يالّا بقى هنجيبها أي حلة، أنا هاعملها في حلة لإني أنا رُحت سألت على الدماسات، لقيت الدماسات غالية جدًا، قُلت طب وليه ما نعملهاش في الحلة، أنا طول عمري باعملها في الحلة. جِبت نُص كوباية من العدس الأصفر وربع كوباية من الرز، أيوه رز. في ناس بيحبّوا يحطّوا الفول المدشوش، بس أنا باحب أحط الرز، وهُم بتوع الفول نَفْسهم بيحطّوا الرز. وجِبت هنا جزراية مبشورة، برش ناعم، وطماطماية مبشورة، يعني إحنا مش عايزين منها القشرة، إحنا عايزين اللحم بس. وحطيت شوية من الكركم وشوية من البابريكا، وتنزلي بقى بمَيّة سخنة عليه، أيوه مَيّة سخنة، حطيه على النار. أول لمّا يبتدي يغلي أنا باقلّبه كده، أول ما يبتدي يغلي غلوتين كدهوّة، ابتدي بقى إن أنتِ توطّي عليه النار. لو عندِك فلفل أحمر القرناقوطي دوّة اللي إحنا فارمينه وحاطينه في الفريزر، أنا نسيت إن أنا أطلّعه وأحط حتّة، حطّيه مش هيقول لأ. حطّيه بقى كده يغلي غلوتين وهدّي عليه النار خالص، شمعة، خلّي النار شمعة. بعد نُص ساعة تكوني غالية مَيّة على النار وتبتدي إن أنتِ تحطّيه. كل نُص ساعة كده تشقّري عليه، تقلّبي عشان ما يركزش تحت أو يتركِّن تحت ويتحرق. وكمان لو محتاج مَيّة تزوّديه، بس لازم وأنتِ بتزوّدي زوّدي مَيّة سخنة. هتلاقيه ما خدش معاكِ ساعة ونُص كدهوّة وهو هيستوي وهيبقى كهرمان، والفولاية كده هتبقى مهرية كده معاكِ. شايفين هو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني طالع كهرمان. شوية الكركم والبابريكا والحاجات اللي إحنا حطيناها دي، أولًا ادِّت قيمة غذائية للفول أو طبق الفول، تاني حاجة بتدّي له كده لون وطعم حلو. ابتدي بقى اعمليه بالزيت، وحطيت بقى ملح وحطيت شوية شطة وكمون. انت عايزة تحطي طحين حطي، عايزة تعمليه بالليمون وكده بس يعني تمام، عايزة تعمليه بالسمنة البلدي مش هيقول لأ. طالع معانا زي العسل، اللهم بارك. هتيجي بقى لما يهدى شوية ويبرد تجيب بقى الأكياس التلاجة وتحطي كل كيس على قد الأكلة اللي انت هتاكلوها في رمضان إن شاء الله، يعني مثلا مغرفتين 3 حسب حجم العيلة بتاعتك. حطيه بقى في الأكياس ودخليه على الفريزر، أو إنك تجيبي علبة تلاجة تكون ناشفة معقماها كويس جدا وناشفة، وتحطيه في علبة التلاجة يقعد معاكي أسبوع في التلاجة، كل ما تعوزي تاخدي منه. عايزة أقول لِك إن هو من حلاوته كدهوّة أنا قلّبته وزوّدت عليه شوية من الطحينة وقعدت آكل فيه، طعمه وطعمه حلو جدًا، أحسن وأطعم من إن إحنا بنشتريه من برّه وبيدّينا يا دوبك معلقتين ويقول لِك ب10 جنيه. لأ ده أنتِ هتعمليه في البيت نُص كيلو من الفول هيطلع معاكِ كمية كبيرة، ممكن كمان تدّي لجيرانِك وحبايبِك. يالّا بقى لو وصلتِ لحد هنا وبتتفرّجي على الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين، وقولوا لي بتابعوني من أنهي